هو احل نفسي قبلهم وانطيك كلام خليه يعرفون حتى لا يقولوها. لا يرجع الوالد، ولن ارشحه في الانتخابات القادمه، لكن هنا في هذا البرنامج اطلقت شيء: لن اترك اتحاد كره القدم دون ان نضع الامور في نصابها القانوني الصحيح. هذا الرد على من يتهمك بانه انت قدرت تاخذ ثار والدك او انا اخذ ثار الخطا. اثأر على الخطا، صحيح الان اثأر لمن اتهمني بانني جاي اثأر لوالدي، لكن كنت انا ناصح وامين. انا في هذا المنبر تكلمت مع حضرتك، قلت لك استاذ حيدر، من يرهن مصير منتخبه ومؤسسته باقدام اللاعبين هذه المؤسسه ستفشل. قلتها له لا، والان اثبت كلامي. من الخطا ان ترهن مصيرك بمصير منتخب. اثبت كلامي بان المصير كلنا الان ممكن نتهم. يعني كنتوا منتظريها؟ انا كنت متاكد بان هذه النتائج ستحصل، نتائج بناء على ما يحصل في زين. يعني انت تاكد الان بانه انت جاي تثأر من خلال كلامك؟ من الاخطاء مو من الاشخاص. سيتم تصحيح. اي اخطاء بالضبط اللي اجى بها لا ابدا، لا ابدا. في اول يوم دخلنا ونحن نطالب بتطبيق اللائحه، ونخرج من الاتحاد ونحن نطبق اللائحه. وهل هناك تجاوز على اللائحه؟ بالتاكيد. وهناك شكوى الان في الانضباط علي. طبعا سبحان الله، شوف في اليوم اللي اطلع وياك يشتكون علي قبل ما اطلع. لا هسه ما حد يعرف المره اللي حتى الاتفاق صار بشكل متاخر عن الحلقه. المره اللي فاتت اشتكوا علي بيسووا مباراه فلسطين وانا جاي بالطريق، قلت لك اكو شكاوي عوف الموضوع. اليوم انا جاي بالطريق قالوا لي اكو شكوى ثانيه بان انت متكلم على المؤسسه، وانا جدا واضح انا